من هي البنت اللي تديها ثقتك المطلقة، اللي تديها قلبك وعقلك وحبك واحترامك واهتمامك وكل حتة في جوارحك تعشقها. البنت دي لو لقيتها فعلا اديها كل حاجة وما تستناش منها المقابل، بل بالعكس، حبها واحترامها واحتوائها واهتمامها ليك هو ده هيكون احسن مقابل وافضل مقابل ممكن تاخده منها طول عمرك، طول ما انت عايش. هقولك مين وايه الصفات اللي تاخدها في البنت اللي لازم تكون شريكة حياتك علشان تعيش طول عمرك مطمن ومرتاح وواثق في زوجتك والإنسان اللي هتكون شريكة حياتك وتديها كل ما تملك بدون أي مقابل. أول حاجة نختار البنت ذات الأصل الطيب، البنت اللي عندها أصل، البنت المحترمة، البنت اللي أمها ست محترمة، وبأكد وبقول أمها، البنت تبع أمها. الأم لو محترمة، الأم لو كويسة، ست مؤدبة محدش عمره سمع عنها كلمة وحشة، يبقى البنت دي زي أمها. اختار البنت اللي دايما لبسها واسع محتشم، اللي بتلبس دايما هدوم فضفاضة واسعة، مش تقولي لابسة محزق وملزق وتقولي هغير منها بعد الجواز، مستحيل انها تتغير. اختار البنت اللي تكون ماشية بين صحباتها في دروسها وفي مشاورها وهنا وهنا من غير تبرج، من غير مكياج، ماشية بطبيعتها حتى لو مقبولة. فهمني؟ احسن ما تروح تجيب واحدة ملكة جمال ماشية حاطة مكياج على الارض وتقول ده فتاة احلامي ملكة جمال. صدقني لو غسلت كيلو البوية اللي على وشها هتلاقيها اقل من العادية، ولولا ان هي مش واثقة في نفسها وفي جمالها اللي ربنا خلقها عليه مش هتتجمل بالمكياج. يبقى نختار البنت اللي امها محترمة، نختار البنت اللي من اصل طيب، نختار البنت اللي انت تكلمها او اي حد يكلمها وشها يحمر من الخجل، مع ان الموضوع ده بقى قليل اوي في الزمن اللي احنا فيه، بس مع ذلك موجودة. في بنات كتير جدا لما بتيجي تكلمها وتحط وشها في الارض، مش انكسار، لا، خجل واحترام. هي دي البنت اللي تصونك وتصون شرفك وعرضك واحترامك. كمان تختار البنت المؤدبة المهذبة اللي ما سمعناش عنها مرة ان هي مشت مع ولد، ان هي كلمت شباب، ان هي منحرفة، ان هي لبسها محزق وملزق. صدقني هي دي بداية خطوة نجاحك اول ما تحط رجليك على طريق الجواز. اختار البنت اللي دايما بتمشي من غير برفان، من غير مكياج، من غير ما تكون لابسه كعب عالي وماشيه تك 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 قدام الشباب اللي قاعدين على القهاوي علشان تلفت انتباههم ليها. اختار البنت اللي دايما ماشيه زي القلم زي ما بنقول، محدش بيكلمها لا يمين ولا شمال. اختار البنت اللي تصونك، البنت اللي تسامح، البنت اللي بتغفر، البنت اللي ما بتصرش في قلبها ويكون قلبها اسود، مهما تحصل ما بينك وما بينها تقدر ان هي تسامحك وتغفر لك ما دام حاجه ما بتمسش عرضها وكرامتها وشرفها. اختار البنت الحنينه الطيبه اللي دايما تكون حنينه في حقك، راضيه بقليلها، البنت اللي ما تكونش متكبرة، البنت اللي ما تكونش لسانها سليط وطويل. اختار البنت دايما اللي صوتها هادي، البنت المؤدبة المحترمة اللي تعاملك بكل احترام وشرف وأمانة، البنت اللي تخاف عليك وتقولك على قد ما تكون معاك انا همشي. ده مش معنى ان هي مجبرة، لا، بتمشي معاك برضاها ومرضاتها وتقول لك على قد فلوسك انا ماشية معاك، على قد ظروفك اتحملك. البنت اللي تتحملك وتقف جنبك في الصغيرة قبل الكبيرة، يوم ما تقول لها انا محتاج دهبك تقول لك من عينيا، يوم ما تقول لها انا محتاج اقف جنبي من غير ما انت تطلب تكون هي واقفة معاك وتحت رجليك. هي دي ست بميت ومليون راجل. دي البنت اللي تأتمنها على نفسك، على كرامتك، على شرفك. تاخد البنت اللي تعمر بيتك بالحب والاحترام والاحتواء والاهتمام، اللي تهتم بأهل بيتك. على رأي الناس عندنا اللي بيقولك اللي بتحب جوزها بتحب أصغر عيل في بيته وفي أهله. فخد البنت اللي تعمر بيتك بالحب والاحترام، اللي تحب أهلك، اللي تعامل أهلك معاملة حسنة حتى لو كانوا شداد في حقها، تتحمل علشان خاطر عيونك انت، علشان انت كويس ومحترم معاها. خد البنت اللي تهتم بأدق تفاصيلك، البنت اللي ما تعرفش تنام وانت زعلان منها. خد البنت اللي تغير عليك حتى من نفسها، البنت اللي تحبك هتفضل شرياك دون عن الناس كلها. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، وفي أمان الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ويا ريت ما تنسونيش من لايك واشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس علشان كل فيديوهاتي توصلكم أول بأول. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وفي أمان الله.